السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد حلقتنا برنامجنا من هنا نبدأ. أولا نحن ما زلنا في أيام العيد، عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير وعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله بما أن إحنا ما زلنا في شهر شوال في أيام العيد المباركة، إن شاء الله موضوعنا حلقتنا اليوم نتناول كيف كان حالنا في رمضان، يعني ثم بعد ذلك ما هي الأشياء اللي نحن نحاول نستمر فيها، الدروس المستفادة من رمضان، خاصة نركز كالعادة في برنامجنا في موضوع تربيتنا لأبنائنا. كيف كان حالنا في رمضان؟ وهذا السؤال طرحناه لعدد كبير من الشباب. أنا عادة في كل الحلقات أحاول أعمل بعد اللقاءات مقابلات مع الشباب، يعني من سن 16 وحتى سن 20، حتى نستفيد من آرائهم ونعكس صورة حقيقية لما يعني الأشياء اللي من أرض الواقع. كيف كان حالنا في رمضان؟ حقيقة في رمضان سبحان الله انتعشت الحياة، يعني حياة الناس كلها فيها كان فيها حيوية، فيها كان يعني ما شاء الله الإيجابية، والكل تجد أنه شعور غير، يعني شعور في رمضان كان يتسم بكثير من المشاعر الطيبة ومن المشاعر الإيجابية. ناخذ على سبيل المثال في الجانب الروحي، كيف انتعشت يعني الجانب الروحي لجميع الناس، يعني خاصة نركز على أبنائنا ويعني وبناتنا. فمن خلال هذه اللقاءات والنقاشات، يعني كانت واحدة من الطالبات، واحدة من بناتنا تقول لي أنا كنت أشعر بأنه يعني الذي يعني يكون رقيب عليه هو الله سبحانه وتعالى. فتجد أنه يعني حتى الأمهات في الأيام العادية الشيء الطبيعي أنه الأم دايما تسأل ابنها بنتها صليتي ما صليتي، قرأت وردك، يعني قرأت الأذكار، وهكذا. يعني نحن هذه يعني حياتنا نحن كأولياء أمور، والكل يعيش هذا الواقع وهذا الحال. ماذا في رمضان؟ في رمضان سبحان الله كانت تجد أنه يعني الابن هو صائم، لا يعني ما في هنالك أي رقابة لا من الأم ولا من الأب. فنحن نكون كأولياء الأمور مطمئنين إنه بنتي أو ابني صائم، خلاص أنا واثقة تمام. من الذي كان رقيب على هؤلاء الأبناء؟ وهذه النقطة حقيقة تعزز في أبنائنا المراقبة الذاتية، أنه ابننا يراقب الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، أنه الذي يتابع والذي يعلم يعني حال هذا الابن هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تجد أنه الابن ما شاء الله ملتزم في صيامه، حتى لو خارج البيت في الجامعة في المدرسة ما زال هو مستمر في الصيام، ورغم أنه هو يعني يداوم، خاصة هذه في رمضان هذا العام كان الكل يعني يدرس، كل طلابنا من الروضة وحتى الجامعة. فهذا الشعور هذا هو كان حالنا. الجانب الروحي كان فيه ما شاء الله يعني جانب قوي جدا، إيمانيات عالية جدا. في الأيام العادية الابن من الصعب أنه يقيم الليل ويجلس بالساعات الطوال أنه يقرأ القرآن. يعني فتجد من أين جاء هذه الروح الإيجابية، هذه الروح اللي بعثت في أبنائنا، اللي على قوة علاقة أبنائنا بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما نريدها نحن حقيقة. في هذه واحدة من المعضلات التي يعاني منها جميع أولياء الأمور في شتى البلاد، هو تقوية الجانب الإيمان، تقوية الجانب الروحي. فنحن الآن يمكن خرجنا من رمضان وإحنا حققنا هذا الجانب. ما هي انعكاسات هذا الجانب؟ ينعكس في الجزء الآخر اللي هو الجانب النفسي. كان نحن طبعا يعني كلنا نحن شعرنا بأنه في كل ليلة عتقاء،
يعني سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى في كل ليلة يعتق عتقاء من النار. فهذه الروح الإيجابية، روح التفاؤل، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا يعطي دافع وقوة للمزيد من الجهد، للمزيد من العمل. طيب أنا إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاني هذه الفرصة، واعتبر رمضان كان بالنسبة لي أنا دورة تدريبية، دخلت هذه الورشة، طورت، حسنت نفسي في الجانب الإيماني، الجانب الروحي، الجانب النفسي، اللي كان كله تفاؤل وأمل. وتجد أنه كثير من الناس في رمضان يعني الشعور طيب، يعني شعور اللي هو يخلو من القلق والتوتر، والكل يكون هادئ. يعني حتى في تعاملاتنا اليومية تجد أن الأسرة كلها ما شاء الله يعني يحفها، أو يعني تجد أن شعور الأمن والاستقرار والطمأنينة والتعامل اللطيف، وأن أنا أراقب الله سبحانه وتعالى إذا حتى لا أجرح صيامي. هذا الشعور الجانب النفسي والجانب الروحي بالتالي له انعكاسات، وكذلك في الجانب الاجتماعي. تواصل اجتماعي مع الأهل، مع صلة الأرحام، الكل حريص جدا أنه كيف أنا أتزود في هذا الشهر. لابد أن يكون حسابي يعني يكون حساب يعني فيه الكثير من الحسنات وكثير من الأعمال الخير، بما فيها الصدقات، بما فيها التواصل مع صلة الأرحام. ونجد أنه بعض الناس كثير يعني ينقطع في أنه يتواصل مع أرحامه، وللأسف يعني أنا أعرف بعض الإخوة والأخوات حتى في رمضان، حتى في العيد يقصر في هذا الجانب. فتجد أنه يبدأ يعيد حساباته، يكون هنالك تجديد، هنالك الوقفة مع النفس فيما يخص في التواصل الاجتماعي مع الأهل. ونحن نكون دائما حريصين أنه يا ابني تعال سلم على خالتك، على خالك، على عمك، وهكذا. فنما عندنا وتطور عندنا، أو أصبح أنه الجانب الاجتماعي أصبح أفضل مما كان عليه في السابق. نأتي الآن لجانب آخر اللي هو إشغال الأبناء. حقيقة زيادة مساحة انشغال الأبناء بتحمي الأبناء من كثير من الانشغال بالوسائل، تحميهم من اللي هو الجلوس في الجهاز الموبايل لفترات طويلة. وأنا يعني يمكن مثال اللي هو نموذج اللي من خلال هذه اللقاءات اللي ذكرتها سابقا في بداية الحلقة، تعرفت على طالبة وهي تدرس في الجامعة، فتقول أنا ما كان عندي وقت. عندها يوم الثلاثاء حلقة اللي هي مراجعة القرآن، وهي حافظة وتراجع للبنات. يوم الجمعة تقول كان عندنا حلقة، هذه الحلقة فيها تدارس، يعني كل جمعة يتناول موضوع معين. خلال ما بين الجمعة وما بين السبت، يعني في الوسط عندنا الثلاثاء، تكون هي عدت أو حضرت موضوع. يعني هذا الانشغال، هذه الديمومة في العمل الخير، الديمومة في التطور، الديمومة في تأهيل الذات. حقيقة مع نهاية رمضان خرجت البنت ما شاء الله، يعني أولا يعني حست بأنه كان لها معنى رمضان في حياتها هذا العام. شعرت بأنه أضافت شيء لنفسها، وهذا الشعور بيؤدي بالراحة النفسية، يؤدي يعني يشعر الإنسان إذا حقق أشياء وعاش لهدف نبيل في حياته، بيعود عليه بالثقة بالنفس، يجد أنه أنا لي مكانة في المجتمع. والانعكاسات على الطالبات نفسهم، يعني هذه الطالبة كانت هي نموذج وقدوة لزميلاتها في الجامعة. والأفضل من ذلك كذلك يعني كرمت من قبل إدارة الجامعة وإدارة المركز أو المسجد في تلك الجامعة. هذه النماذج حقيقة حالنا كان في رمضان بهذه الطريقة، حياة مفعمة بالحيوية، فيها الجانب الاجتماعي، فيها الجانب النفسي، فيها الجانب الروحي. وعشنا هذه الأجواء ونحن نتذكر. يعني فتقول يعني واحدة من الطالبات ونحن في أيام العشر الأواخر تقول لي أنا يا دكتورة ما أستطيع أن أقف أو في صلاتي في ركعة أو في الدعاء القنوت في اللي هي صلاة الوتر، حسبت إنه يمكن جالسة واقفة قرابة 20 دقيقة أو ما بين 17 ل 20 دقيقة.
من أين جاء هذه القوة؟ من أين جاء هذه الرغبة ومداومة الصباح في المدرسة، وعادت من المدرسة هي تدرس في المرحلة المتوسطة، وكانت يعني هي تنقل لي تجربتها وإحنا نتحدث في هذا الموضوع. فتقول لي أنا ما شعرت بالتعب، بالعكس أنا كنت مستمتعة وأنا أدعو وانتظر اليوم اللي بعده، وأنا كنت أدعو أنه لا تنقضي هذه العشر الأواخر. فهذه يعني حقيقة يعني ما عشناه نحن، كيف ممكن نحافظ عليه في المستقبل؟ أبنائنا فيهم الكثير، يعني ما شاء الله، يعني في الخير الكثير في أبنائنا. حتى نحن ما تكون نظرتنا نظرة سلبية أو نحن دائما متضجرين وإنه هذا الزمان وهذا الجيل، يعني دائما تجد إنه نقمة اللي هي عدم الرضا. فبما أنه نحن الحمد لله كانت هذه التجارب، وتوقع في كثير من البلدان في يعني تجارب مماثلة، فيمكن حتى بعد الأخوات في بريطانيا، في كندا، في أستراليا، كانت تقول لنا نحن ما عندنا وقت ما شاء الله من كثرة البرامج، كثرة الأشياء، وتقول إنه سبحان الله يشعر إنه أبنائنا أو أبنائهم كذلك، يعني وضع مختلف تماما. هذه الحالة اللي احنا عشناها يعني نلخصها في هذه الورشة التدريبية، في هذه الدورة التدريبية التي خرجنا منها قبل ما يقارب يمكن أسبوعين. نحن الآن في منتصف شهر شوال، خرجنا ونحن بهذه النفسية، خرجنا ونحن بهذه الروح اللي هي ما شاء الله مفعمة بالحيوية والنشاط والإيجابية، وجددنا كثير من الأشياء في أنفسنا. فيبدأ أن احنا الآن نبدأ نفكر كيف نستمر، يعني حتى بالقليل الدائم، كما يقال قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا ما نناقشه إن شاء الله يعني في الحلقة القادمة. لكن قبل ما نختم الحلقة يمكن تستحضرنا قصة لأم هي من دولة أفريقية، لكن هاجرت إلى الولايات المتحدة وتزوجت من أمريكي مسلم. فنقلت لنا هي تجربتها، تقول إنه بناتي إنه حبوا هي الصلوات والعبادات من كنموذج، إنه كانت هي كأسرة. تقول إنه الوالد أبوهم هو الأمريكي الأسلم، أثناء الصلاة يعني أول يعني يكون حريص جدا، إذا كان يعني هو ساكن بعيد من المسجد فيكون حريص جدا إنه الأسرة كلها تصلي مع بعض، فينتظرهم ويدعوهم بلطف وبإحسان وبأسلوب يعني رائع جدا. البنات الصغار يعني تقول إنه بنات يجوا يصلوا، وبعد ما نصلي كلنا يعطيهم بعد يعني التذكرة قصيرة يعني بما يتناسب أعمارهم، ثم بعد ذلك يقول لهم الآن يعني يلعب معهم بعد الألعاب التربوية. فتقول البنات يعني جدا ينبسطوا، يعني كون أنه الوالد يجلس معاهم ويعطيهم من وقته، يشعروا بالأمان، يشعروا بالدفء الأبوين، يشعروا بالانتماء يعني سبحان الله يعني لهويتهم الإسلامية لدينهم. وهذا ما نريده، يعني إحنا حقيقة دائما يعني نناقش، وهدف البرنامج وأتوقع الكل يتفق معي، يعني نحن هدفنا الأساسي إن نحن نرى أبنائنا إن شاء الله يكونوا ملتزمين، إنه أبنائنا يتفوقوا، وأبنائنا كذلك يعني يكون عندهم هذا الجانب الروحي وهذا الجانب الإيماني يكون قوي، لأنه هو أساس كل شيء. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فنحن خرجنا بهذه القوة، ونسأل الله أن يتقبل مننا جميعا، وكل مننا له كان جهد وله كان دور في هذا الجانب. لذلك كيف نستمر في هذه الأجواء الروحانية، هذه الأجواء التربوية، هذا ما سوف نناقشه في حلقتنا القادمة بإذنه تعالى إن شاء الله. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.